اهلا بحضراتكم من جديد في حلقتنا من برنامجنا جمهور الاهلي. معلش كده حصل مشكله في اللايف. قدرت ان انا اطلع لحضراتكم تاني. كنت بتكلم مع حضراتكم عن الماتش بتاع الاهلي، وكنا بنتكلم ان اللعيبه النهارده بذلت جهد كويس. والماتش كان حساس، وكان عنق زجاجه، لان حتى طالعين من الماتش بتاع الهلال للاسف يعني كان في كده روح انهزاميه وروح تخاذليه. بس النهارده الحمد لله يعني اللعيبه اللي كولر بدأ بيها اثبتت جداره كبيره جدا. خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، احمد، محمد اشرف، يعني اللعيبه كان عندها النهارده حافز جامد جدا. وواضح ان كولر كان يعني شدد عليهم جامد جدا. ظهروا بمستوى طيب، ويعني خلصوا الماتش في الشوط الاولاني. طبعا شفنا حسين الشحات الاسيستات بتاعته كويسه جدا، وشفنا كهربا بيظهر تاني وبيجيب الجون الاولاني. وشفنا برضو احمد عبد القادر في الجون التاني، وقفشه في الجون التالت. محتاجين ان احنا يعني يبقى كل لعيبتنا بتهدف كده. محتاجين ان احنا ما نعتمدش على اننا نقعد نلوم شريف، ونقعد نلوم بيرسي تاو، ونقعد نلوم كهربا، نقعد نلوم حسين الشحات. محتاجين ان احنا لعيبتنا تبقى مركزه قدام الجون، ومركزه في يعني في المباراه اللي هي بتلعبها، مش اكتر من كده. وما ت... ما يعني دماغها ما تروحش ما بعد او ما قبل او التركيز ده اهم حاجه يا جماعه. والتركيز ده يعني من الحاجات المهمه جدا. الماتش يعني لما بتركز فيه، والماتش لما ضغطنا على فرقة أسوان في الآخر. أسوان يعني زي ما بيقولوا كده رمت الراية البيضاء أو رمت الفانيلا زي ماتش البوكس كده واستسلمت. طبعا كابتن محمود البنا يعني ما خلصوش ان احنا نكسب 3-0 ازاي. وقام حاسب بنا ملوش اي لازمه. يعني ما ملوش اي داعي من ان هو يحسبه، وملوش اي لازمه من اي حاجه. ما فيها كرة، ما فيهاش اي حاجه خالص خالص خالص. اللعيب لوحده راح واقع. قال لك بيلن، ما اعرفش بيلن على ايه، وما اعرفش لحد امتى هيفضل العهر والفجر التحكيمي ده. ما نعرفش لحد امتى. واتقلبت الآية عليه. وللأسف الكرة يعني ما دخلتش طبعا، لأن هي ظلم وحرام. ومع ذلك يعني نفس الكرة هي جت للأهلي انفراد. أحمد عبد القادر واللعيب بتاع أسوان قام موقعه، ما رضاش يحسب البلان بتاع الأهلي. حاجة تضحك، وحاجة يعني تموع النفس، وحاجة يعني تعرفك ان انت بتتحارب قد ايه، وتعرفك ان انت بتلعب في مستوى عهر وفجر وقذارة تحكيمية قد ايه. وتعرفك ان يعني ازاي ان انت تكسب 3-0 وعايز تجيب الرابع كمان بالبلن. لا، مش من حقك ان انت تعمل حاجة زي كده. ومش من حقك ان انت تاخد بلن. انت خلاص كسبان 3-0، عايز ايه تاني؟ عايز يعني تعمل ايه اكتر من كده؟ فيعني هو ده التحكيم في بلدك، وهو ده التحكيم اللي احنا ماشيين بيه، وهو ده الحاجة السيئة اللي انت يعني اعتدت عليها. يكفينا بس يعني عزاء ان الاهلي لحد دلوقتي الاول في الدوري. وان شاء الله الاهلي ياخد الدوري السنة دي، رغم يعني انف الحاقدين، رغم انف الناس الحكام ولجنة الحكام واتحاد الكورة وكل الحاقدين والفاسدين دول. طبعا مش هننسى نتكلم طبعا عن زيارة كابتن محمود الخطيب لمعهد القلب بتاع دكتور السير مجدي يعقوب. والراجل يعني راح وعمل زيارة طيبة جدا. ويمكن كابتن محمود الخطيب يعني راجل بيحب الخير، وبيحب ان هو يقدم الخير، ويحب يقدم النادي الاهلي في جميع المحافل العالميه والعلميه والدوليه. فالراجل يعني بيحب ان هو يبرز شخصية الأهلي، ويبرز مبادئ الأهلي. الأهلي في كل حتة بيخدم في كل حاجة، وبيخدم الناس اللي تعبانة، وبيساند الناس اللي قلوبها فيها مشاكل، وبيساند كل الحاجات الخيرية. فده يمكن يعني برضو الجانب الإنساني من كابتن محمود الخطيب ده بيساعد النادي الأهلي في إن هو يجتاز
كل اصحابه وبيكمل المسيره بتاعته يعني. الحاجه برضو التانية برضو، برضو الراجل مع كابتن محمود الخطيب برضو راح زار المحافظة، وراح زار نادي أسوان، وراح يعني يسلم على الناس، والراجل يعني قابلته الناس هناك بكل روح طيبة. مفيش أي مشاكل، مفيش أي يعني حساسيات. كل الأهلي يعني هي المنافسة الشريفة هي اللي تقدر إن أنت تقول عليها، مفيش اكتر من كده. انما بين الكابتن محمود الخطيب بيحب ان هو يعني يبقى الادارات تبقى متراضيه وما يبقاش فيه مشاكل. عنده يعني ما شاء الله رصيد كبير عند ناس كتيره، عند نادي الاتحاد كابتن محمد مصلحي، عند كابتن فرج عامر في سموحه، اسوان، يعني الراجل ما شاء الله يعني عنده صيت في كذا نادي، والانديه كلها بتحترمه وبتكن له كل احترام وتقدير. فده اللي متعودين عليه من النادي الاهلي، وده اللي متعودين عليه من كابتن محمود الخطيب. الحاجه برضو الغريبه واللي بتثير الجدل من امبارح، كابتن خالد مرتجي يعني قدم الشكوى اللي ضد مرتضى منصور. المفروض اللي احنا كنا عارفين ان هو هيقدم شكوى في النيابه العسكريه او يعني المدعي العسكري ضد مرتضى منصور، علشان هو يعني تلفظ بألفاظ سب وقذف في حق والده اللواء مرتجي، عبد المحسن مرتجي. وسمعنا كلام يعني غريب وعجيب ويعني كلام يعني لا يصدقه عقل، ان هو اتجبر ان هو يسحب الشكوى بتاعته. فاحنا لحد دلوقتي يعني انا واحد من الناس مش قادر اصدق ان يعني اجبر ان هو يسحب الشكوى بتاعته. يعني ايه يسحب الشكوى بتاعته؟ يعني ايه قيادات في البلد وقيادات في الجيش ويعني ناس زي دي، ازاي واحد زي السفيه ده ولا المختل ده يتطاول عليها واحنا ما نعرفش نجيب حقنا منه؟ ازاي؟ يعني انا يعني ما اعرفش، يعني احنا يعني مش عارفين نروح لمين او نقول لمين. يعني هل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يعجبه حاجة زي كده؟ هل مثلا وزير الدفاع يعجبه حاجة زي كده؟ هل المجلس العسكري في الدولة يعجبه حاجة زي كده؟ يعني أنا لما يبقى عندي قيادة في الجيش، ويبقى والدي أو عمي أو قيادة جامدة في الجيش، واحد زي السفيه ده يتطاول عليا ما اعرفش اخد حقه، ما اعرفش اخد حقي منه، واقدم للنيابة العسكرية او اقدم لأي جهة عسكرية، ويجي يتقال لي اسحب الشكوى بتاعتك؟ هل ده صح؟ هل ده من المعقول؟ هل ده من ان احنا نسيب واحد زي السفيه ده او زي المختل ده يتطاول على اي حد في اي؟ طب ما فين يعني فين الردع؟ احنا يعني يعني احنا يعني ناس اجعص من كده، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي عهد الجيش والشرطة اللي بتحمينا قدرنا ان احنا نقف قدام الارهاب، ونقف قدام العتاولة، ونقف قدام كل المهدد اللي هدد البلد، وكل اللي حصل في البلد ده كله قدرنا نقف في وش العتاه دول كلهم. مش قادرين نقف في وش مختل. فيعني استحالة او من رابع المستحيلات ان انا اصدق ان حاجة زي كده تحصل في دولة قانون، وفي دولة يعني دولة يعني قامت على يعني ارواح شهدائها، وقامت على ارواح ابنائها من الجيش والشرطة. ما اعتقدش ان يعني حاجة زي المؤسسة العسكرية يعني هتسكت على حاجة زي كده، او هتسكت على ان واحد زي قامة وقيمة زي اللواء عبد المحسن مرتجي ان هو يسب ويقذف من مختل زي ده، والدولة تسكت والدنيا ما تتكلمش، وما يطلعش حتى من وزارة الدفاع، ولا من بيان من اي حد من المتحدث العسكري او اي حاجة. يعني انا اعتقد ان احنا هنشوف حاجة زي كده قريب، لان يعني لو ما حصلش حاجة زي كده
يبقى يعني يقول على الدولة السلام او يقول على الدنيا السلام، يعني ان حاجة زي كده تحصل، وواحد زي المختل ده او واحد زي السفيه ده يعني اذا كانش هيعرف يعني قبليها كان آه، عضو مجلس برضو الإدارة اللي قبليه، كان انا راح افتكر لكم اسمه دلوقتي برضو، كان برضو نفس الكلام. والده برضو السفيه ده برضو غلط فيه، وبرضو ما للأسف الشديد اللي طلع البيان بتاعه، طلع اللي هم الناس بتوع هفتكر لحضراتكم دلوقتي بالظبط الواقع، يعني عشان انا دلوقتي مش فاكرها، بس هفتكرها لحضراتكم بالظبط. يعني برضو حصلت قبليها برضو كان برضو كان في حد برضو من اعضاء مجلس اداره النادي، برضو حصل عليه من السفيه ده برضو تطاول، تقريبا الجرحي، تقريبا يعني مع محمد الجرحي. كان برضو والده في الجيش برضو، ولواء في الجيش، وطلع وفي محاربين القدامى طلعوا بيان، ويعني طلعوا بيان ينقضوا فيه هذا المختل وهذا السفيه. فاحنا يعني ننتظر برضو بيان من اي جهة عسكرية تقول ازاي حاجة زي كده تحصل، ان انا اشتكي واحد سفيه زي ده، وواحد يعني متطاول، وواحد سباب لعان، يعني ده اقل حاجة تتقال عليه، يطلع يتطاول على لواء زي اللواء عبد المحسن مرتجي، يعني والد الاستاذ خالد، كابتن خالد مرتجي، والدنيا تسكت، او يتقال يجبر الراجل ان هو يسحب شكوته او فدي حاجة يعني ما ينفعش السكوت عليها، وما ينفعش ان هي يعني تعدي كده، يعني تعدية الكرام يعني. طبعا هنرجع تاني للأحداث بتاعت المباراة. المباراة طبعا الشوط التاني شفنا برضو تغييرات، وشفنا كولر عمل كذا تغيير، دفع بقى بلعيبة عايز يجرب، مثلا دفع القندوسي شوية للقندوسي، وطلع حسين الشحات، وطلع معاه آه، احمد عبد القادر، وطلع محمد عبد المنعم عشان يريح الفرقه، يعني يريح اللعيبه دي، وطلع كمان اليو ديانج. نزل بقى القندوسي، ونزل بيرسي تاو، ونزل رامي ربيعه، وكان نزل طاهر محمد طاهر. فيعني برضو شفنا تغييرات برضو عشان الراجل يحاول ان هو يدي كده واحده واحده. منتظرين ان احنا نشوف كمان الداو كريستو، لان الداو كريستو برضو اتاخر قوي في الدفع بيه، ما اعرفش كولر ناوي على ايه معاه. في لعيبه كتيره برضو يعني كريم الدبيس، عبد الرحمن رشدان، محتاجين ان احنا نشوف اللعيبه دي، هل كولر برضو هيحاول ان هو يعني لسه الموسم طويل، ولسه الدوري طويل، هل هيحاول ان هو يدفع واحده واحده باللعيبه دي؟ يعني هنشوف اكيد مفاجآت، لان احنا بدأنا نشوف مفاجآت من الماتش ده. شفنا خالد عبد الفتاح، وشفنا مروان عطية، وشفنا كهربا، وشفنا يعني شفنا كذا تغيير، وشفناه في نص الملعب بيريح حمدي فتحي وينزل مروان عطية وخالد عبد الفتاح، وشفنا اي محمد اشرف مكان علي معلول. فالراجل يعني كان النهارده متنوع، وكان عامل جيم كبير. فاكيد الراجل برضو هيحاول ان هو في المباريات القادمة، طبعا عندنا المباراة الأهم والأصعب مباراة سان داونز يوم السبت. طبعا دي مباراة يعني هنكون حاطين ايدينا على قلوبنا، لأن هي مباراة صعبة، ولازم الأهلي يكسب فيها بأي طريقة، لأن يعني دي برضو مباراة عنق زجاجة. للأسف إن احنا اتحطينا في موقف ومأزق يعني مش حلو في بطولة أفريقيا السنة دي. اي نعم، الاهلي بي كل سنه يعني بيتحط في مأزق، وممكن بيبقى تاني مجموعته وبيصعد، بس السنه دي مع يعني باديه بدايه مش حلوه قوي. هنحاول ان شاء الله ان احنا نجتاز المحنه دي. طبعا اتكلمنا امبارح عن احداث مباراة الهلال والاهلي، وخدنا فيها يعني كل الكلام، والشكاوى اللي اتقدمت، والحاجات الغريبة اللي حصلت من الفريق السوداني. وطبعا الناس يعني
الجماهير عماله تطلع في حاجات، واللي يقول لك لما يجوا ودوهم في توك توك، ولما يجوا مش عارف ايه. طبعا احنا عارفين ان الشعب المصري بتاعنا والجمهور بتاعنا جمهور محترم، عمره ما يقابل الاساءه بالاساءه، ولا عمر الاهلي قبل كده قابل الاساءه بالاساءه، بل بالعكس احنا بنستقبل احسن استقبال، بنودي احسن فنادق، بنتعامل في احسن حاجات. عمرنا في حياتنا ما هنعمل حاجات زي كده، او ان احنا هنعمل المثل بالمثل، او هنعمل الكلام اللي حضراتكم فاهمينه ده. الاهلي طول عمره محترم، وطول عمره بيستقبل ضيوفه على اكمل وجه، وبيعمل اللي في وسعه علشان يوفر سبل الراحة لأي فرقة بتيجي مصر، لأن هو بيمثل مصر في الأول وفي الآخر. فما ينفعش إن هو يطلع صورة مصر سيئة. أي فرقة تانية عايز تعمل أي حاجة تانية أو تطلع صورة بلدها وحشة، دي بقى حاجة ترجع لها هي، مش ترجع لأي حاجة تانية. بس كنت يعني الحبة دول كده كنت يعني طالع مع حضراتكم عشان أبارك برضو لحضراتكم في مباراة مهمة زي دي. مباراة أسوان كان كله حاطط إيده على قلبه، وبيقول يعني دي هتبقى يعني انطلاقة من أول وجديد للنادي الأهلي. وفعلا كولر عمل الانطلاقة، وفعلا الراجل ده مش مدرب هين، لا الراجل ده مدرب كويس، واستنوا منه كمان شغل أكتر وأكتر. وسيبكم من الناس اللي بتقعد تشكك فيه، او الناس اللي تقول لك 3 مباريات على التوالي هزيمه او الكلام ده. لا يعني سيبك منه، الراجل بيشتغل، والراجل بيعمل شغل جديد، والراجل بينزل لعيبه جديده، وبيعمل روتيشن حلو. فيعني لا ت- ما ت- يعني ما تحطوش في دماغكم اي كلام تاني. وان شاء الله هنتقابل مع حضراتكم في حلقه جديده. والنهارده في ماتش بالليل برضو، يا ريت حضراتكم تتابعوه، ماتش ليفربول وريال مدريد، برضو هيبقى ماتش كويس، وهيبقى يعني ماتش جامد. يا ريت ان شاء الله كده نتقابل مع حضراتكم بكره باذن الله في حلقه جديده. ومتنسونيش في دعمكم باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.